مساءكم خير وعافية. أنا أختكم مليث، عراقية وعايشة بالأردن، وراح أسوي لكم أكلات إن شاء الله تعجبكم. وطبعا مو بس أكلات عراقية، أكلات من كل دول العالم إن شاء الله، ومقبلات وحلويات. كل مرة راح نسوي لكم شغلة وإن شاء الله تعجبكم حبايب قلبي. خليكم ويانا. اليوم راح نسوي المعكرونة بالبشاميل. نحتاج إلى المعكرونة لحم مفروم، عندنا طماطة مثرومة ناعم، ومعجون الطماطة، فلفل أخضر وبصل، وطبعا بالإضافة إلى البهارات اللي هي عبارة عن فلفل أسود والكبابة اللي بعض الدول يسموها البهار الحلو، وعندنا الملح. خليكم ويانا حبايبي. هسه عندنا المعكرونة بعد ما خلينا المي على النار وغلي المي، خلينا له الملح والزيت. راح نسلق المعكرونة ونكمل باقي الطبخة. وهذا الزيت عندنا حمى، فأول شيء ننزل البصل، ننتظر البصل شوية يحمر، وبعدين ننزل عليه اللحم. شلون هالأجواء يمكم؟ قولوا لي من تتابعوني، من يا بلد حبايب قلبي. احنا هنا لحد الآن البرد موجود، هاي الأيام اللي فاتت كلها مطر وبرد، بس هالأيام زينة يعني، نقول مطر ماكو بس البرد موجود والله حبايبي. ربي يحفظكم وين ما تكونون. طبعا هسه راح تسألوني انت عراقية ليش اول فيديو سويتي معكرونة بشاميل؟ ليش ما سويتي اكلة عراقية؟ والله الصراحة انا صار لي فترة اريد ابدي اصور وما يصير عندي مجال، لان انا شغلي هنا تواصي يعني، اكل وطبخ وكباب وهاي الشغلات هنا أنا بالاردن، فما يصير عندي مجال. فهاي الايام اللي فاتت يعني سبحان الله سويت دجاج مشوي، سويت برياني، سوينا سمك، سوينا اشكال. فاليوم كان عاجبهم معكرونة بشاميل، واني صدفة اليوم ما عندي شغل، فقلت خلاص يلا ما دام رب العالمين اختار هالطبخة نبلش بيها وان شاء الله خير حبايب قلبي. يلا ان شاء الله جايتكم الاكلات العراقية المضبوطة، انتم قولوا لي شو يعجبكم واني اسوي لكم تدللون. هنا أنا طبعا البصل بدأ يعني ما نقول يحمس، يعني شوية ذبل بعد، يعني احنا نريده شوية يشقر حبايبي. وان شاء الله الاكلات اللي راح اسويها راح تعجبكم، لان انا الحمد لله والشكر يعني مو اني اقول، الناس تقول نفسي كلش طيبة بالاكل، فان شاء الله المقادير اللي راح تمشون عليها وياي تنجح وياكم ويطلع الاكل كلش طيب حبيبات قلبي. عيني انتو شوفوا هسه البصل بدأ يشقر، أنا ما أريده يحترق، لا. هسه ننزل اللحم، بسم الله. طبعا اللي يشاهدني حاليا يعني أنا بالأردن بعمان، فاللي يريد تواصي أنا موجودة ويدللون، وشغلي كله لحم بلدي أمانة الله، يعني ما أستخدم المستورد أبد. لذلك يعني الحمد لله والشكر الناس متعجبين على طبخي، لأن تعرفون المستورد ما يصير مثل الذبح، فهذا هم شيء يعني يخلي الأكل يختلف شوية. وطبعا بالأول والأخير هي تبقى النفسية هي اللي تثبت وجودنا، يعني الحمد لله والشكر. هسه احنا نشوف المعكرونة، ما نريدها تنهري يعني كلش، لا تستوي بس نقول يعني بعدها بحيلها. هسه نشوف خلص. هسه نصفيها المعكرونة ونغسلها بمي بارد، ونرجع نكمل وياكم اللحم هذا حتى نحمسه ونحط له الملح والبهارات. حبايب قلبي هنا المايك فصل بس مو مشكلة، راح نكمل وياكم. هنا نضيف الملح للحم، والملح حسب الرغبة، يعني اللي بيهم ضغط خلي يديرون بالهم. ونضيف البهارات اللي هي الفلفل الأسود والكبابة، ونقلب اللحم شوية لحد ما تتلابس البهارات وياه. ضفنا الفلفل الأخضر، الفلفل الأخضر يعطي طعم كلش طيب طبعا. وهنا ضفنا المعجون، لازم يحمس المعجون شوية ويا اللحم، وبعدين نضيف
الطماطة. الطماطة ضفناها لأن هي تعطي طعمها طيب ويا المعجون مال الأكل، ونقلبهم زين. مثل ما تشوفون ويانا عيني. هسه نحاول ننصي النار ونغطيه لحد ما تذبل الطماطة وتنزل ميها. بهالاثناء احنا راح نسوي البشاميل، خليكم ويانا. هنا ضفنا 5 خواشيق من السمنة او الزبدة، طبعا اطيب من الزيت، وراح نضيف وياها 5 خواشيق طحين، ونقلبهم على النار شوية. نحمسل الطحين ويا الدهن على النار حتى يكون طعم الطحين أطيب بالبشاميل. قلبناه هنا شوية على نار وسط حتى لا يحترق، وبعدها راح نضيف له الحليب. البهارات طبعا لا تنسوها اللي تنحط ويا البشاميل، اللي هي جوزة الطيب او جوزة بوة، وضفناها هسه. راح نقلبها شوية همينة ويا الطحين حتى تتلابس وياه تمام. وهسه نضيف الحليب. الحليب طبعا يكون كامل الدسم ونضيفه. صار عندنا تقريبا ضفنا لترة، وبعدين راح نكمل النص الباقي، يعني 1.5 لتر اخذت الكمية ويانا. احنا طبعا نحاول اول ما نضيف الحليب نخلط المواد كل زين حتى نقول لا تتكرزل عندنا او لا تتكتل. هاي ضفت النص لترة الثانية، صار عندنا 1.5 لتر مثل ما تشوفون ويانا. هذا كله احنا مطفين النار تمام. بعد يعني ما حمسنا الطحين ويا الدهن او ويا السمنة، طفيناها وضفنا الحليب، خلطناه كل زين، وعلقنا النار من جوا الجدر حتى هنا تجي الحرارة عالية ونريده يثخن. احنا البشاميل هسه هو حاليا خفيف. راح نضيف الملح، ونرجع نقول الملح حسب الرغبة، يعني من تخلون الملح وتخلطوا حاولوا تذوقوه وتشوفوا. إذا تردوه مالح أكثر يعني ملوحته تكون ظاهرة حطوا، اللي انتو يعجبكم الملح ايش قد ما تردون تخلون خلوا. هنا بدينا نحرك بالحليب أو خليط البشاميل ونريده يثخن ويانا، وراح تشوفون الثخن مالته شلون راح يكون. طبعا احنا ما نريده ثخين كلش، هسه راح تشوفون حتى تكون الخلطة تطلع طرية ويانا، هشة وطرية وطيبة. هاي حبايبي بدأ يثخن عندنا البشاميل، وراح اشوفكم بالخاشوقة، راح اشيله وتشوفون السمك ماله شلونه. بهالصورة احنا نريده، ما نريده يكون اثخن. جبنا المعكرونة اللي سلقناها وغسلناها بمي بارد، ضفناها على البشاميل، وراح نبقى نقلبها تمام لحد ما تتلابس ويا البشاميل كلها تاخذ المونة مثل ما تشوفون ويانا. نبقى نقلبها لحد ما كل المعكرونة تاخذ هاي الصلصة البيضة ويانا. جبنا الصينية او التبسي اللي راح نشوي بيه، دهناه كلها القاعية والحواف تندهن كل الزين، وجبنا نص الكمية مال المعكرونة اللي مخلوطة بالبشاميل وفرشناها بالشعب مثل ما تشوفون، ونحاول نساويها طبعا حتى تصير كلها قصة واحدة، ما نريد صفحة ثخينة وصفحة خفيفة. عندي هنا جبن موتزاريلا قطعته مربعات وفرشته بالوسط قبل ما أخلي حشوة اللحم. هذا الجبن طبعا ينطي نكهة كلش طيبة.
مثل ما تشوفون ها صفطنا وسوينا كل الجهات بيها الجبن لازم تكون. وهذا طبعا اختياري، اللي ما يريد يخلي لا يخلي عادي، بس طبعا ينطي طعم أطيب. نجيب الحشوة هنا نضيفها ونفرشها ونساويها طبعا. بهالشكل حبايبي مثل ما تشوفون. وراح ننزل الكمية الباقية من المعكرونة والبشاميل على هاي الخلطة. حاولوا تنزلون البشاميل كله من الجدر، ما تخلون أي شيء، لأن هو المونة كلها بيه. فرشناه هنا وخلصنا. بالوجه نخلي الجبن الموتزاريلا، نحاول نساوي إنه يكون كله حتى الحواف نخلي عليها الجبن. مثل ما تشوفون حبايبي هنا خليت كمية كل زينة من الجبن وراح ندخلها الفرن. تقريبا أخذت ويانا 20 إلى 25 دقيقة. شوفوها شلون طرية ما شاء الله. هسه هنا فرغنا بالماعون وخلينا نذوقها ونشوف طعمها شلون راح يطلع. أنا طبعا هنا كنت ميتة من الجوع. تخبل ما شاء الله على الطعم، والله العظيم رهيبة. مكانكم خالي حبايب قلبي. فد يعني طعم أريدكم فعلا تجربوها، كلش طيبة. شوف أنا هسه بحجة دا أفرجكم، أنا من الجوع كل شوي دا أكل. حبايبي تخبل والله العظيم، فالطعم طلعت صدق رهيبة. حبايبي انتو اريدكم ان شاء الله الخلطة هاي سويناها تسووها وتجربوها وراح تعجبكم. واذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك حبايب قلبي. شكرا لكم على المتابعة.